الحق المعزة اللي بتجري دي، خلي بالك من الخروف ده هيمشي بعيد وهيتوه. ده كان حال الناس في القرن ال19، يعني حوالي من 200 سنة كده. الفلاحين والمزارعين اللي كانوا بيربوا الحيوانات ما كانوش بيعرفوا يسيطروا عليهم، لأنه ما كانش في سور علشان ما يطلعوش براه، لحد ما جه المزارع جوزيف جلادن سنة 1873 واخترع حاجة تحمي الحيوانات بإنه عمل إطار أو سور من الأسلاك الشائكة، ودي بتكون مصنوعة من حديد، عبارة عن سلكين حديد طوال بيلفهم ويعمل منهم سلك قوي، وبيكون فيه عقد وأشواك بحيث لو حد عدى منها ممكن تشوكه. عشان كده اتسمت الأسلاك الشائكة، واتعمل منها سور للحيوانات علشان ما تقدرش تهرب منه، لأنه لو عدته هتتعور. وده زود الأمان شوية للحيوانات وللمزارعين كمان، لأن الحيوانات بطلت تهرب بره السور الشائك، وده خلى تربية الحيوانات تزيد. ده كان أصل اختراع الأسلاك الشائكة. لكن عارفين بعد كده الاختراع ده بقى يستخدم في إيه؟ هقول لكم. الاختراع ده بقى للأسف بيستخدم في الحروب وفي السجون كمان، وممكن يتوصل السلك الشائك ده بكهرباء، فاللي يلمسه يتكهرب ويموت. أصل الاختراع كان هدفه حماية وأمان للحيوانات، لكن شر الإنسان خلاه يتحول لحاجة مؤذية. زي بالظبط إيديك، ممكن تعمل حاجات حلوة وممكن تعمل حاجات غلط على حسب مين اللي بيخليها تتحرك. فلو مش ربنا اللي بيقول تعمل إيه، ممكن الإيد تسرق وتاخد حاجة مش بتاعتها، وممكن كمان تضرب إخواتك، وممكن كمان ترمي زبالة في الشارع. لكن لو ربنا هو اللي بيقود وهو المدير، هيخلي إيديك تعمل حاجات حلوة، زي إنك تشيل مع ماما لو شايلة شنط وأكياس كتير، وزي إنك تطبطب على إخواتك أو على أصحابك خاصة لو متضايقين، زي إنك كمان تشيل طبقك بعد ما تاكل أو تروق أوضتك، وحاجات تانية كتير. وكل ما كانت علاقتك بربنا قوية، كل ما إيديك اتعلمت تعمل الحاجات الحلوة اللي بترضي ربنا أكتر، وبالتدريج تقل الحاجات اللي مش حلوة.